عم جوارجي راجل من السويس وبيحب البابا كيرلس خالص. راجل طلع معاش وحاطط في المحفظه بتاعته صوره حلوه للبابا كيرلس كده، يعني بيستبشر بيها بيستبرك بيها. المهم انه راح في يوم من الايام قبض المعاش وتكه كده في المحفظه وامن عليه وحط المحفظه في جيبه اللي من ورا وقفل بالزرار وخد بعضه وايه وروح. ركب مواصله والتانية يظهر بيقبض من مكان بعيد شويه في السويس. المهم يعني عثر فيه واحد حرامي، فك الزرار ولطش ولطش المحفظه. وجي على باب بيته بيحط ايده كده يطمن يعني انه طالع يسد الديون، لقى الجيب خاوي. يدور على المحفظه يبص تحت رجليه، يركب يسال المواصلات اللي ركبها البوسطه، يعني حاول يدور على ان يلاقي حد يدله على المحفظه، مفيش. طبعا راجل على المعاش وكل اللي يملكه وكل شهر هو مرتبه يعني. فرفع عينيه لفوق كده قال له كده برضه يا سيدنا، هو انا حطك في المحفظه كده يعني زينه؟ ده انا المفروض حطك في المحفظه دي حاجتين، نمره واحد تباركها، نمره اتنين تحافظ عليها، قوم يلطشوك بيها. طلع عم جوارجي زعلان قوي. عدى اول يوم وعدى تاني يوم وتالت يوم، لقى باب الشقه الجرس بيرن. لقى واحد يقول في حد هنا اسمه عم جوارجي. طلع عم جوارجي قال له انا يا ابني، في حاجه؟ ان كنت يا ابني عاوز تسال على حاجه بفلوس، المعاش يا ابني اتلطش، اتكل على الله. قال له لا يا عمي، ده انا جاي لك وجايب لك المحفظه بتاعتك، حضرتك لقيتها؟ قالوا لا ما لقيتهاش، ده انا سرقتها منك وانت نازل من الاتوبيس في الحته الفلانيه. قال له سرقتها وجايبها لي؟ قال له ايوه. قال له مش شايف انها مصلحه غريبه كده شويه؟ قال له ما انا هقول لك يا عم جوارجي، انا بعد ما لطشتها منك عند اول عماره داخل بير السلم بتاع العماره عشان افتح المحفظه اشوف فيها ايه، اخد اللي فيها وارمي المحفظه، لقيت قسيس كبير واقف تحت السلم وماسك عصايه وقال لي يا جدع انت رجع المحفظه لصاحبها وخد اتعابك، انا مش هظلمك، خد 50 جنيه ورجع له الباقي. قال له بس، قال له اسمع كلامي. قال له انا يا عمي قلت للقسيس ده حاضر، وخدت المحفظه حطها في جيبي وروحت والمحفظه بتاعتك في جيبي. تاني يوم الصبحيه انا نازل من بيتنا في حي ال40 لقيت واقف على باب بيتنا. قال له هو يا ابني عملت ايه في المحفظه؟ ما وديتهاش ليه لصاحبها؟ قال له لا يا عم ده انا وديتها. قال له كذاب، المحفظه لسه فوق في درج الشفونيره، اطلع هاتها وروح وديها لصاحبها. فانا يا عم تالت يوم النهارده عشان تبعد عني القسيس بتاعكوا ده مش عايز اشوفه تاني. ادي محفظتك اهي، واديني يا عم ال50 جنيه اللي قال عليها القسيس بتاعكوا ده، وكل واحد اولى بايه. قال له كتر خيره، لكن انت جبت المحفظه؟ قال له ايوه. مسك المحفظه كده قال له شفت القسيس؟ قال له ايوه. قال له طيب، فتح المحفظه كده قال له هو ده صورته ده؟ قال له ايوه هو ده، هو ده اللي قابلني كل مره يقول رجع المحفظه. قال له بس ده يا ابني ده سافر السما. قال له يا عم ما تلبشنيش، اعمل معروف، خدت محفظتك؟ قال له نهارك سعيد. وصدق ولا بد ان تصدق.